النهاردة هنعمل السهل الممتنع. شايفين القطعتين دول هنحولهم لفازة بوهو تجنن. والكوكتيل ده ناس كتير قوي مش بتعرف تعمله او ما بيجيش في دماغها، واحنا هنخليهم يجي في دماغهم بعد كده، يعملوا تشكيلة تجنن جدا من الديكورات بتجميع العلب والازايز كالشكل الكيرفات علشان يبقى بالشكل ده. دي علبة كريم وكانت صغيرة شوية وانا كنت عايزة الديزاين ده، فقعدت افكر كتير جدا واجمع العلب اللي عندي لحد ما جبت المجسم اللي انتوا شايفينه ده. لزقته بالشمع طبعا، والشمع مش دايم، بس اللي احنا بنعمله دلوقتي ده هيبقى دايم جدا وهتبقى قوية واحسن من الكونكريت اللي بيتكسر واحسن من الفازة بورسلين. بجد مع التجربة انا كواحدة عندي 7 سنين خبرة. زي ما انتوا شايفين ابتديت احط الغيرة المخفف بتاع الاخشاب واحط مناديل بالشكل ده. حط طبقة بمناديل يعني الفوارغ اللي حواليها هتبقى بتقطيعات مناديل صغيرة، وهعمل طبقتين. بصوا عاملين ازاي، شايفين التجزيعة دي بإيدي بقى نبتدي نشتغل. وكمان لو تدخلنا كمان بمدق كده من الفرشة العريضة على أساس نعمل زي نقوش حفر. عايزين كده ملمس، أيوة بالشكل ده. هي قانون قوية، ملمس كده خشن، مش عايزينه ملمس ناعم أبدا. عشان كده استخدمت المناديل، منها خشونة للسطح ومنها كمان تبقى قوية. زي ما انتوا شايفين انا ابتديت اخرم واحط سلك كهرباء ناشف عشان اكون معايا الدراع الصغنن الجميل ده. فازات البوهو بقت منتشرة وللأسف غالية جدا، وكمان المنتشر كله شبه بعض. فاحنا الناس الحلوة اللي بتبتدي بتبدع بإيديها بتعمل شغل مش عند حد. شايفين، انا بقول لكم شجعوني بقى، يعني شدوا حيلكم كده ولايكات ومشاهدة كاملة، لان الدراع ده مش اي حد يعمل. آه، طبعا نعمة من عند ربنا، ساعات بيجيب لنا كده الأفكار ونقدمها لكم عشان ننفرد ونبقى متميزين بيها كذا تكنيك كده معين. يلا بقى نحضر الألوان بتاعتنا. وزي ما انتوا شفتوا انا بشتغل بجي ال سي 2000، ده النص لامع. بلاش لقيتوه غالي هاتوا اي نوع نصف لامع. هنحضر 3 درجات دول، اساسهم كله ابيض، والاساس كل الالوان زي ما انتوا شايفين اصفر وبني. كل ما هنالك بزود النسبة. الجملي ده معمول من اصفر على بني، تمام. بزود الاصفر وانزل عليه نقطة نقطة بالجملي لحد ما يغمق. اللون اللي بعده اللون البني منفرد اكتر عن الاصفر. الاصفر ضئيل، وده زي ما انتوا شايفين بدرج عليه من اللون الافتح اللي قبله. وما بنحطش ميه خالص غير لما بندرج الالوان. تمام، هو بطبعه بيبقى الدهان غليظ. الحلوه بقى اللي تيجي تقول لي دي تكلفتها غاليه ازاي؟ ازاي لما انت بتجيبي علبه دهان؟ وكمان ما بطلنا نجيب الورنيش، لان احنا بنجيب كيلو الدهان مثلا قولي 35 جنيه. لو وصل ب50 جنيه مش مشكله. ده علبه الاكريليك ال100 جرام بتوصل ل85 و95 جنيه 100 جرام. ما بالك انت بتجيبي كيلو الا بيقعد معاكي بالظبط حوالي سنه ونص، على حسب استخدامك وعلى حسب استعمالك. تمام. فمعلقتين يعني هنقول ايه، 4 5 معالق. بصوا فاضوا ملوا ال3 علب، وفي نفس الوقت متشالين نعمل بيهم كذا عمل تاني. شايفين تدريجات بقى الالوان اللي انا بعملها؟ بحدد بفرشة صغيرة، انا بستخدم ال3 الوان بالشكل ده. تكنيك جديد جميل. هنعمل مجموعة كاملة متكاملة دلوقتي، كلها هتخدم على بعضها، هتبقى رائعة. شايفين الشكل الديكوري في النهاية عامل ازاي؟ الدراع كيوت جدا. الفازات البوهو منتشرة قوي، بالذات اللي فيها تكتشر او فيها ملمس والحاجات الخشنة دي. عملناها بس بقى مش بيكربونات ولا الكلام ده، هتبقى اقوى، قوية جدا جدا. ويلا على الفكرة اللي بعد كده، هي من علبة ملح. واوعوا تنسوا الاشتراك وان انتوا تعملوا لايك زي ما قلت لكم عشان تدعموا المحتوى بتاعنا. علبة الملح برضو فيها يعني الجسم بتاعها فيها تعريج كده، هيخدمنا في الشكل بتاعنا النهاردة، لان احنا بندور على اجسام آه، تشبه قوي الفازات البوهو المنتشرة. عملت من حلقة ستاير قسمتها 2 وابتديت ألزقها بالشكل ده. بص هو الصراحة السلك أحسن وأفضل، بس أنا ما كانش عندي سلك تاني فاضطريت أعمل الموضوع ده. بصوا يعني بحوطها كمان بشمع عشان تبقى قوية أكتر.
تمام، لكن السلك هيبقى احلى واقوى، والتشكيل بتاعه سلس قوي على فكرة. دهنتها بنفس الموضوع، سوري، عملت لها اللي هي المناديل بنفس التكنيك بالظبط، وهدهنها برضو بنفس التكنيك. وبرضو هعمل لها، بصوا هنا السفنجة مساعداني قوي، ما استخدمتش هنا الفرشة في اللي هي اللاين ده المظبوط قوي. الفرشة السفنجة جميلة جدا، بصوا بتظبط الخط ازاي. وابتديت اعمل في الاخر خالص اللون الجملي. طبعا انا استخدمت الجسم ده او الشيب ده انها تبقى اطول وارفع، على اساس يبقوا ورا بعض كده تدريجة مع نفس الالوان، هتبقى تحفة. هنا عصاية شيش طاووق، وده السنابل بتطلع كده في وقت من السنة معين، هتلاقوا ناس كتير قوي بتبيعها. انا بشتريها وبستناها لما بتصفر، وبنعمل بيها الاعمال الجميلة دي. لزقتهم عادي جدا حوالين عصاية شيش طاووق يعني، وقصيت العصاية على قد ما انا عايزة. وبصوا الفازة بقت كيوت جميلة ازاي، دي الفازة اللي عملناها الاولانية. وبعد كده دي حصيرة اللي هي اليابانية دي، كان فيها شوية من العيدان اللي فيها زي تعاريك، برضه هحطها في الفازة بتاعتنا. تقلوها شوية بشوية اسمنت او شوية زلط وهتبقى تحفة. وبصوا الشكل رائع ازاي، بذمتكم شفتوه قبل كده؟ الايدين والحاجات دي طالعة موضة، بس مجموعة مميزة. هتلاقوا هتعملوا الناس اللي بتشتغل بايديها الحاجات دي بتبقى عارفين قيمتها، عارفين انها مش في بيوت حد تاني، مش في مكان تاني، في جاليريهات كده تدخلي عندها الحتة عندها وان بيس، ما عندهاش تاني. فانتوا مميزين، انتوا جاليري في بيتكم. الفكرة اللي بعد كده برضو هنعمل لوحة بورتريه كده سهل جدا وجميل، من كرتون الحلويات اللي هو بيبقى قوي وجميل جدا وانا بحبه، مش برميه. طبعا شلت الغلاف، وبعد كده ابتديت اديله الطبقة من اللون الافتح خالص. الدهان ده يا جماعة بيتغسل، بس مش تحت الحنفية يعني، قماشة فيها مية وبنمسحه بيه ضد المي، ضد ان هو يتوسخ، وضد ان هو يتشال وبيلزق وما بيطلعش. جميل جدا جدا جدا. الدهان نصف اللامع. اديت طبقة نشفت، اديت طبقة تانية، ده بالنسبة للطبقات الفاتحة. وابتديت اعمل بؤر عشوائية عاملة زي نقط المية كده. وانتي وشطارتك جت معاكي كده شوية، كمليها، امشي معاها بالفرشة، ومن جوه امليها بالسفنجة. مفيش اسهل من البورتريه بتاع النهارده. ناس كتير قوي سألتني على لوح، ما جبتلكمش كنفاس اللي هو الغالي اللي ممكن تجيبيه يتعمل، اللي هو البارز المربع ده ب40 50 جنيه، وتبتدي تكلفيه اقل حاجه تقدري تعملي بيها بورتريه النهارده زي ما انتم شايفين. وده الورنيش بتاع الحوائط. انا هضيف عليه لون مركزات الوان اللي هي الصغنونه دي. مركزات الالوان دي رخيصه قوي، الازازه ب7 جنيه، هتعمر يعني بصوا هتطلعي عينيها عندك ومش هتخلص، لان نقطتين تلاتة بتعمل العمل. فرشه بقى، الفرشه دي كانت مغلباني جدا في الرسمه بتاعت النهارده، وحشه جدا وكنت جايباها غاليه. للاسف لازم تجيبي نوعيه فرش حلوه وتخلي بالك منها وتراعيها وتغسليها اول باول، خلصتي تحطيها في الميه عشان ما تنشفش منك الالوان دي، لما بتنشف ما بتطلعش. تمام، اهي بالشكل ده. ابتديت اعمل خطين عاديين خالص، اعمل زي فرع من الشجر. طبعا الفرشه زي ما قلت لكم ما كانتش مساعداني، الريش بتاعها طالع نازل كده، وحشه جدا جدا. ان شاء الله هنزل اجيب مجموعه فرش حلوه واقول لكم اسمها والخامه وكل حاجه عشان تجيبوا منها. الموضوع كله 4 بقر عملناهم بلونين، واللون التالت اسود اللي درجناه مع بعض. وابتديت اعمل ورق شجر عادي جدا، وكنت بعملها بصعوبة زي ما قلت لكم عشان الفرشة مش مساعداني. اهو كام خط من جوه، فرع شجر عادي جدا لونه اسود، بس في الاخر هيديكي انطباع جامد جدا. اللي شاف البوستر او سوري اللوحة بتاعتنا النهاردة كان مفكرني جايبة صورة ولازقاها، وهي في منتهى البساطة. عندك قطعة نصيبيان ممكن تشتغل عليها الشغل ده. عندك آم، اللي هي قاعدة تورتة مدورة مربعة مستطيلة بيضاوية، اشتغل عليه في منتهى الجمال. وبعد كده جبت بقى حبل هنا خيش، انا قسمته 2 عشان اوفر شوية. وكمان هي يعني غير ان انا اوفر، انا لقيت التعريجة لما قسمتهم بقت اوضح واجمل. هلفها بس بالشمع حوالين الطبق بتاعنا بالشكل ده كده. ما عندكيش ممكن ساده شيك برضو، تمام، اي حاجه.
صوف، بس يُفضّل إن أنتِ تبتدوا تجيبوا خيش، لو عندِك الخيش الرفيّع اعمليه زي ضفيرة. أفكار النهارده عملية، نستاهل منكم لايك ونستاهل منكم دعم، عشان نستاهل منكم إن أنتم تدعمينا عشان نواصل. إحنا بنتعب وباجتهد جدًا في جمع الأفكار، مش باحاول أعمل copy paste زي بعض الناس. أنا باحاول أجتهد جدًا على محتوايا عشان يوصل لكم بشكل فاخر وقيّم ويفيدكم كمان، وتبقى كمان خامات إحنا بنرميها نقدر نحوّلها لحاجات جميلة. عشان كده باقول لكم نستاهل الدعم. فأنا باشكركم جدًا، جدًا من كل قلبي لمحبتكم وكل كلامكم الجميل، يعني على راسي بجد. باشكركم جدًا، جدًا، جدًا. ودي الفازة البوهو اللي عملناها مع بعض، خشوا برضه وادخلوا شوفوا طريقتها، المجموعة تجنن بألوانها على بعض، بجد خرافة، وشيء كده ديكورات عصرية جميلة. كنت مع قناة ابتكارات ميرا، واستنوني في أفكار تانية حلوة كتير. سلام.